ورجعنا لكم واستكمال فقرات الاهلي خط احمر، ولسه معانا مستر بيتسو موسيماني ولكن بشكل مختلف. يمكن لو تصريحات كابتن ابراهيم كانت في اطار قد يكون لاخره فني حتى لو اختلفنا مع طريقته، ولكن في تصريحات بتتجاوز الاطار الفني. كابتن رضا عبد العال اصبح مطلب جماهيري التصدي لتصريحاته، وانا بقول ان لازم واقفه مع تصريحات رضا عبد العال لان هي مش في اطار فني خالص ولكن في اطار مسيء. نروح ونسمع كابتن رضا عبد العال قال ايه عن بيتسو موسيماني ونرجع نعقب. سرق الجون اللي هو الاولاني في 5 دقايق وبعد كده ما شفناهوش الا بيجري ورا مجدي قفشه لما جاب الجون. حصل. بلاش خدت انت بطوله افريقيا اللي هي كانت عامله عليك ضغط وكانت عامله على اللعيبه ضغط وكانت عامله على الجماهير ضغط، واول مره اشوف جماهير الاهلي، اول مره سيبك من اي اونطه، جماهير الاهلي كانت مرعوبه من لعيبه الزمالك وفرقه نادي الزمالك. واخد بالك انت بقى خدت البطوله دي خلاص الضغط اتشال. لما اجي في ماتش الاتحاد اللي هو بقى ماتش الاهلي والزمالك اللي هو في كاس مصر، لازم انزل اكل فرقه الاتحاد دي مع كل الاحترام والتقدير. طبعا ده انا خدت بطوله، اكبر بطوله في القاره. كل مجتهد نصيب. مجتهد ايه عليا الحرام. في ماتش الاهلي كان في ماتش الزمالك كان واقف يا جدع، كان واقف اصلا مش دريان بالدنيا وكان واقف وقعد بجانب ماتش الاهلي والزمالك في افريقيا. التاريخ هيذكر ان الزمالك لعب حلو ولا الاهلي اللي كسب؟ لا بضربه حظ معروفه. الاهلي كسب بس بضربه حظ. هو التاريخ بيذكر ده. ما خلاص بقى، كره زيزو لو دخلت خلاص. ماتش مصر المدير الفني تحديدا لما يجي ياخد قرار مفروض ما يسالش حد. سيبك من الاونطه بتاعت انه يروح يسال المساعد ومش عارف ايه، كل دي اونطه. انما انت عشان ما حدش يبرجلك يوترك. لا هي مش ضربه حظ، ده اللي انت بتقوله ده نتاج ضربه شمس. يعني ده كلام ما يطلعش غير نتاج ضربه شمس. اولا انا مش فاهم اللغه بتاعت عليا الكذا، انا مش فاهم انت بتعمل ايه؟ انت مدرك ان في شاشه قدامك ولا انت مش مدرك ولا وضعك ايه بالظبط؟ لان الظاهره بقت ممله وبقت، انا اسف اقول ان هي مقززه اعلاميا. كمان حتى كلامك فنيا صفر، والله العظيم صفر. هو مجرد يعني انت بتطلع بتتكلم في كلام يعني همبكه بالبلدي، بمعنى بقول ان النادي الاهلي سرق الجون الاول. سرق الجون ازاي؟ انت لو تشوف هدف السوليه واللي معمول فيه والسكريننج اللي عامله ياسر ابراهيم للسوليه عشان يطلع، مستحيل لو انت راجل فاهم فنيات تقول الكلام ده. هنيجي لحته تانية، يعني ايه جمهور النادي الاهلي كان مرعوب من نادي الزمالك؟ ازاي الكلمه دي تتقال؟ اولا جمهور النادي الاهلي عمره في تاريخه ما كان مرعوب من حد. بنحترم الفرق الصغيره زي الفرق الكبيره لان ده يليق بشخصيه النادي الاهلي، انما النادي الاهلي ما بيترعبش من حد. النادي الاهلي داخل المباراه وهو ملاعب الزمالك 8 مباريات في دوري ابطال افريقيا، كسبان 5 ومتعادل 3. لو انت ما بتعرفش تاريخ نعرفك. كمان ضربه حظ. ضربه حظ ازاي؟ عشان زيزو جاب كره في العارضه. طب والكره اللي جابها حسين الشحات في هدف سهل جدا كان يدخل. كلام ملوش علاقه باي شيء يخص الفنيات، واعتقد هو مجرد تعمد اساءه لموسيماني. وكمان في حاجه بقى انا مش فاهم، يا انت ما بتشوفش كوره يا ما بتحاولش تتفرغ غير في كوره مصريه. احنا بنتكلم في يعني ايه المدرب بيسال الجهاز المعاون وكانها خطيئه، الراجل بيسال الناس اللي جنبه تحسه محتاس. يعني حاول كده تشترك في قنوات بتذيع الدوري الانجليزي وتجيب مستر بيب جوارديولا لما كان موجود. ده هو بيحبه اصلا، ده المدرب المفضل عنده. يا عم بيحب ايه؟ هو فاهم جوارديولا بيعمل ايه؟ نشوف صوره والله بيحبه كده بالشبه. نشوف صوره، ده ارتيتا ومعاه بيب جوارديولا وهو بيساله في المباراه وفي التغييرات وفي السيناريو. مش صوره بس، ده اكتر من لقطه كان دايما بشكل دائم ده بيحصل. برضو هنا في الصوره دي وفي مشهد تاني، ده المدير الفني اللي بيشتغل وده طبيعي. انا جايب الجهاز مش جهاز ملوش دور، ده جهاز في فريق كبير وكلها اسماء كبيره. وشفنا الراجل مساعد المدرب بتاعه، ده راجل كان بيقود فرق في دوري جنوب افريقيا. هو مش جايب ناس مالهاش قيمه. كابتن سامي قمصان خد خبرات كتيره جدا وكل الجهاز الفني. فاعتقد تصريحاتك بجد بقت شيء غير مقبول لا اعلاميا ولا رياضيا. لا ده كمان يا فارس، بما اننا بقى هو بيشجع برشلونه وبيتابع برشلونه، يسال كده المساعدين او الداتا اناليست في برشلونه او في ليفربول عددهم قد ايه؟ 12 مساعد
و15 مساعد في برشلونه، واعتقد دي كره القدم الحديثه يا كابتن رضا. ولكن ليك تصريح هنتعرض ليه هتوضح انت ازاي بتقيم الامور. وانا بتفق مع فارس فكره ما ينفعش ناخد التصريحات بالشكل ده، تقييم فني احنا معاه، تقييم بقى جبناه قبل كده بناء على الشكل وبناء على اللون واعترضنا على الكلام ده. الكلام بقى بشكل عام بالطريقه دي اعتقد بقى صعب جدا، خاصه يا كابتن رضا وانت اساسا ليك راي في بيتسو موسيماني بعد مباراه صعبه جدا خاضها في الدوري المصري كمان، وكان رايك مختلف تماما عن الكلام اللي انت قلت ده. نطلع نسمع رايك انت عشان تقارن انت بنفسك مين فيهم رضا عبد العال. كله كان بيلعب بنجومه، ما تحسش ان في خطوط. ده النادي الاهلي كان ناقص وكان هيكسب، ودي هنا تحسب لموسيماني بقى. يعني احنا بنقول لسه قدامه فتره عقبال ما يبدا ياخد الاحساس ويعرف اللعيبه والكلام ده، بس هو عمل حاجه طبعا مش هيفهمها غير الناس اللي هي يا مدربين يا لعيبه. اللي هو لعب 4-4-1 بعد الطرد، لعب 4 اللي هم الديفنس عادي، ولعب في نص الملعب الاربعه اللي عملوا ستاره وساب اجايل لوحده هو اللي يناوش قدامه خلاص عشان ما يفقدش حته نص الملعب. هو كان بيقفل بيعمل كثافه عدديه في نص طبيعي. الملعب التغيير اللي عمله وطلع بادجي اللي هو كان لسه نازل عشان يقفل نص الملعب، لان لو لعب بالاثنين راسات حربه كان هيبقى فيه فجوات كتيره وثغرات كتيره وكان ممكن بيراميدز يهدف. اذا موسيماني من وجهه نظرك هو مدرب ذكي؟ لا، هو مدرب عنده خبره، لان ما يعملش التغييره دي الا مدرب فاهم. ما كان ممكن طلع مثلا اجاييه عادي. يعني هو مدرب كويس جدا جدا. طبعا، هو اللي يقول غير كده يبقى كذاب. وبرضه هقول لك على حاجه، يعني وجهه نظره، يعني ممكن يبقى في حد لا لسبب لان لما جه لعب الاهلي والزمالك عمل علينا بالظبط ماتشات هايله، فانت تحكم عليه من دي بالظبط. واللي يقول غير كده كذاب. الكابتن رضا عبد العال انا مش قادر استوعب. بيقول له مدرب ذكي، قال له لا هو مدرب عنده خبره وفاهم. طب يعني مفيش ربط بين الراجل ده فاهم هو بيعمل ايه متعلق بفكره الذكاء؟ وبعدين بتتكلم عن مباراه كانت مباراه امام فريق بيراميدز وبيلعبوا، والنادي الاهلي بيلعب من بدري جدا 10 لاعبين، وبتقر ان الراجل قاد المباراه بكفاءه عاليه جدا. واللي يقول غير ان الراجل ده كويس جدا يبقى كذاب. وهنا السؤال، مين كابتن رضا عبد العال في الفيديوهين دول؟ كابتن رضا عبد العال الاولاني اللي شايف موسيماني مش دريان بالدنيا، ولا اللي شايف بيتسو موسيماني مدرب فاهم جدا وعنده خبرات واللي يقول غير كده كذاب؟ ده سؤال لكابتن رضا عبد العال عنده هو الاجابه. اعتقد يا اسامه التناقض بيرد على نفسه زي ما انت قلت، ولكن اسمح لي بقى يكون عندي تفسير. يعني انت طرحت تساؤلين مين كابتن رضا. انا عايز اقول لك سيبك بقى من الحته دي خالص. انا عايز اقول لك كابتن رضا اصلا ايه اسباب ودوافع كل رؤيته وتحليلاته الفنيه، وايه المدرسه اللي بيعتمد عليها في افكاره الفنيه. نطلع ونشوف الفيديو ده. النادي الاهلي من غير اي مدرب وربنا ياخد البطولات كلها. لا مفيش حاجه اسمها فرقه من غير مدرب. انت مدير فني فاهم وعارف يا كابتن رضا. اسمع الكلام، انا بقول لك احنا كلنا هقص. كل المدربين دولت انا من ضمنهم، اول واحد هجاص. احنا بنقعد نتكلم حلو قوي، يعني احنا بنقعد نتكلم حلو قوي، انما بتيجي في الملعب وربنا لا بتشوف التغيير ولا بتشوف مين احسن لعيب في الملعب ولا حتى رؤيتك الملعب الفرقه الثانيه مين احسن واحد فيهم. انت خليت التدريب هجس. احنا واخدينها بالفهلاوه والحب والعلاقات والكلام ده، احنا مش واخدينها بجد. بس ده مش كلام يعني ينطبق على كل المدربين. بص، شيل الكابتن حسن شحاته وشيل حسام حسن وشيل ايهاب جلال وبشلكني انت. وانا اول واحد في الهجاصين. حطني رقم 1 في الهجاصين. كابتن رضا اول واحد في الهجاصين، ولما بينزل الملعب مفيش الكلام ده. اعتقد يعني احنا هنعقب نقول ايه على مدرب او شخص شايف نفسه افكاره الفنيه هي مجرد هجص، ولما بينزل الملعب ما بيعملش حاجه. ده انعكاس لفريق طنطا اللي هو تجربته التدريبيه معاه في المركز ال13 من 16 فريق، عنده 5 نقط من 5 مباريات، يعني تطبيق عملي للهجص. لا بس هو ما قالش ان هو بس، هو قال انا اول هؤلاء الهجاصين. لكن الكابتن رضا بما اننا بنتكلم في سكه الاراء اللي فيها هجص كتير، كان في راي
ما اعتقد ما تسمعوش من اي محلل فني مر عليه مباراه واحده للنادي الاهلي شاف فيها علي معلول وهو حتى في اسوأ حالاته. كان ليه راي في علي معلول في مارس تحديدا 2017. الحمد لله ان احنا ما سمعناش رايه او اننا استغنينا عن علي معلول. نسمع راي الكابتن رضا ونرجع نتكلم بالارقام. مين من وجهه نظرك في النادي الاهلي يستحق ان هو يمشي ومين في نادي الزمالك لا يمشي؟ انا ماليش دعوه بعط العيش. لا يمشي دي لا. انما قول لي ان ده اقول لك مش ستايل نادي الزمالك، مش ستايل النادي ماشي. الأهلي. مين في النادي الاهلي شايف من وجهه نظرك انه مش ستايل النادي الاهلي، ومين في نادي الزمالك مش ستايل نادي الزمالك؟ لا تفكرني انا بشوف بس يعني معلول ده ماله بقى معلول؟ انا مش مقتنع بيه انا كمدرب، واخد بالك؟ مش مقتنع بعلي معلول؟ ايوه مش مقتنع بيه. هو انت اللي بتقول ولا انا؟ واخذ يفكر ثم يفكر ويبحث عن لاعب فاذا به علي معلول ده. يا كابتن رضا، علي معلول ده افضل باك شمال محترف في مصر بعد جilberto، وان كان خلاص بيقترب من مكانه جilberto عند جماهير النادي الاهلي. ومش بس كده، علي معلول في الفتره دي لو استعرضنا ارقامه هتلاقيه كان مساهم وهو بعض الاوقات مصاب بشكل كبير جدا في 2017 في 13 هدف تقريبا في سواء بطوله الدوري او بطوله الكاس او بطوله كاس مصر. الاهم ان علي معلول اللي لو كنا سمعنا الكلام وما احتفظناش بعلي معلول، علي معلول حاليا النادي الاهلي مسجل 10 اهداف، مساهم ب5 باك شمال، مساهم ب5 اهداف في 3 مباريات، 4 اسيست وهدف. علي معلول يا كابتن رضا اللي لما كان بيغيب مباراه نهائيه كنا بنقلق. دي احصائيات علي معلول في الوقت اللي انتقد فيه الكابتن رضا عبد العال علي معلول، اللي حاليا واصل ل 23 هدف و41 اسيست مساهمه مع النادي الاهلي في 4 مواسم. علي معلول اللي دخل النادي الاهلي ياخد الدوري زي صباح الخير. دي كانت كلمه علي معلول في تعقيبه الدوري في الاهلي، صباح الخير. علي معلول غاب 2 نهائي افريقيا، النادي الاهلي لم يحالفه التوفيق فيهم. بالتاكيد مش علي معلول هو السبب فقط لا غير، لكنه كان عنصر مؤثر جدا جدا جدا، وغيابه اثر فنيا على النادي الاهلي. لما حضر علي معلول على راي الكابتن مدحت شلبي حط الزغلول وخدنا بطوله دوري ابطال افريقيا بالقاضيه. واعتقد يا كابتن رضا محتاج، احنا كل حلقه بنقول محتاج، طب يعني طب نعمل ايه؟ لازم في مراجعه شويه. ابراهيم فاق قاعد بيضحك اساسا، والله ابراهيم فاق قاعد بيضحك، فيعني مش عايز اقول لك محتاج تراجع الافكار دي، لا محتاج تشوف اي حاجه تعملها غير انك تجيب سيره النادي الاهلي، لان الموضوع هيبقى هنا فعلا هنوصل لمرحله الكوميديا هنا في الاهلي خط احمر. فدي كانت فقره رضا عبد العال يا فارس. عندنا بقى فقره ثانيه. لا هتطلعنا فاصل قبلها. اطلعك فاصل قبلها؟ هتطلعنا فاصل قبلها عشان نرجع ناخد بريك كده والناس تكون خدت خد بالك بتعوضها. لا هتطلعنا فاصل. خلاص قدها خلاص نطلع فاصل. اوعى تروح في اي حته وتقدر تمسك موبايلك.